نفسه كده بيهلك بأمه هوا يرسل لك التاحة بخليك فيها ده كأنه معجاز نهر من الخير. المويه الحلوة اللي بتشربها دي بيغرقك فيها. قال لي يا بني اركب معنا. قال لي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وأنا بقول لليلة لا عاصم اليوم من أمر الله. الله أكبر. لا عاصم اليوم من أمر الله. الله بغرقك بمويه بصرخة، بس شفت صرخة صيحة فأخذتهم الصيحة. شفت تكبير والله يتحدى خلية مش يرجف، يتحدى كده بقى. الله أكبر دي بيقع جوا أي خلية في خلايا. بنعرفها هنا، ده ما كلام فارغ. الليلة في العيد ده ربنا قال شنو؟ ولتكملوا العدة. وليه؟ ما تدلسوا عليكم. الله الدين ما حد زول. الله أكبر ما حد زول، حقتكم انتوا جاي. ولعلمك في القانون العالم حقنا ده في السلم مكتوب فيه لا إله إلا الله، وفي القتال مكتوب فيه الله أكبر. ده في القانون. الله أكبر دي والله ترجعهم رجل. والله الله أكبر اقسم بالله كافرية كاذبة، والله يبقوا في الواقع لأنه على باطل. الله قال لكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنتم من الذين كفروا، أنت مطلوب منك تكون مع الذين آمنوا. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سؤال خاين، أسوأ أنواع الكذب اللي يمشي يقفوا معاه. الحركة دي ربنا عملها زي الأحزاب عشان ذاته ربنا يعرف الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في مؤمنين نص، في مؤمنين خبيثين يميزهم بالنادي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذين آمنوا أنا كل المطلوب مني أكبر من الذين آمنوا بس. أنت لو وكلت محامي ثاني تقعد تقول له قول وسوي وفعل. كل المطلوب منك هنا تحقق لنا إيمانك ده، تتأكد بينك وبين الله إنك من الذين آمنوا، بس كان ما داري منك شيء. وإنك ماشي لا ما ماشي لا أي شيء ثاني. لا عندك دنيا راغب فيها ولا عندك منصب ولا عندك عندنا مرتب. أخوانكم في كربتهم جاي قاعدين في الخلا لهم شهر سنة عليك الله مرتب شنو اللي قاعد يزول هناك؟ حيدي شنو يعني الجندي ولا الضابط حيدي لك منصب ولا عارف انه ده قاعد عشان يعرفوه زي ما قال الرسول محمد علي وربنا جه لا منصب ولا مرتب ولا نعيب فينا يتركب. نحن الوطني والله بنريد اقسم بالله السوداء بنريد ولاد عجيب. ربنا في كتابه العزيز قال إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. اسمع الكلام ده ما قال طه حسين ولا ماركس ولا الجفارة ولا جابه في CNN ولا الجزيرة ولا الحدث. ده قالوا الله، ده قرآن. قال إن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني شنو؟ أي خطة حيضعها حترتد عليه. أي حيفسدوا عليه. الله قال كده. ملايين نافعين يديهم رجعلنا كيدهم في نهرهم وتدميرهم في تدبيرهم. دين كل المسلمين دين واحد فيهم الله يقول بخاطر ما في الحرم المكي، في الحرم المدني، في باكستان، في الهند، في الصين، في اندونيسيا، في ماليزيا، في اوروبا، في امريكا، خلينا في السودان. السودان ده غير المراه ما هو انسان اكلمه. آلاف المساجد والخلاوي بتحيي الليل والقرآن. سنويا يتخرج آلاف حفظة القرآن. رمضان ده الجوامع في الذخيرة دي الناس مش بتحج. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما مش أهل الله وخاصته. شوف الله بيعمل فيك شيء.
إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا بقرأ لك قرآن حديث ذاته خليها الساعة أصله ما بجيب لك فلان ولا مالك ولا أنس عليهم الرضوان أجمعين. الله بيتغير ولا ثابت؟ كونوا سنن كونوا بتتغير ولا ثابتة؟ قال ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال ولا ما قال؟ المتغير منه؟ قال لا. وانت وهو المتغير الانسان تقول يا الله زي ما قال بيشغل لك سنن الكون زي ما وعدك بيشغلها ليك. الله لا يصلح عمل المفسدين. ده مش فساد، ده أسوأ أنواع الفساد. تروع على الناس يا أخي، تروع على الناس في رمضان. الرسول عليه وسلم وهو رسول الله وسيد الخلق وسيد جبريل وسيد ميكائيل وسيد حملة العرش وسيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم، أذن الله له في مكة بساعة حدها له في النهار. فهذا مكة جاب له واحد أسير الجيش قال لي هون من روعك، إنما أنا ابن امرأتي تأكل قليلا في مكة. ده النبي صلى الله عليه وسلم ده دخل مكة ب10,000 وسيفه بيده. أنت تروع على الأطفال في بيوتهم وكلمكم أخواكم ما ضربوا ولا بيت ولا أسرة ولا مستشفى ولا إسعاف وقعدوا في الموت. والناس لو اشتغلوا فينا بالملي ما تضر ومستعدين يقدروا يفتشوا مدرسة. والله أعلى درجات المهنية والاحترافية في التعليم. والله الآن السودان وجيش السودان أكبر مدرسة في العالم للأمة الإسلامية وللأمة العربية وللأمة الكافرة عشان تتعلم من الجيش ده. الله أكبر. بيتعلم يعني شنو مهنية ويعني شنو احترافية. الجيش الروسي مع كبر قدره قاعد في باخمه كده شهور غالب يخشها. تعال شوف هذيل الناس الآن في عز الطريق ده الناس بيمشوا دكاكين ويمشوا حاجاتهم. الله أكبر. الكسر دكاكين الناس نهابها منو؟ الجيش. نزل الناس من عرباتهم لنجيب الجيش. الهدبوا الناس في بيوتهم ودفروا صواريخهم وشايلين قلمات لراجل عبد من ابوه. ده جيش. نحن عشان نعمل هذا البلد دي وعشان نعمل السودان ده وعشان نحمي الشيخ والبنت دي والطفل ده ونحن والله حيين ما يجونا يشي. والله ما يجونا يشي. ظنا بالله وعهدا لله. القسم ده عهد. وربنا قال اوفوا بالعهود وقال اوفوا بالعقود. غدرت فلان. انتوا عارفين الجزء بتاع زول البرد للناس شنو؟ ربنا يوم القيامه بيركب له رايه في استه. استه دي عارفينها ولا اشرحها لكم بالسوداني؟ ما في داعي؟ كويس. تمام صعب. بيركبوا له في استه غدرت فلان. خليه شايل كم رايه دي. خليه يقدر يمرقي. اي كلام عن انه الجيش قتل ولا الجيش روع ولا الجيش خان ولا ده كلام من المنافقين ومرجفين في المدينه. والله لئن لم ينتهي المنافقين والمرجفين قال لنا نغرينك فيها ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. شفت راس الابره ده الليل مضيق عليه الخرطوم بقت اضيق من قد الابره. قد الابره دي للناس دارين يعرفوا العرق سمى الخياط. الخرطوم دي مش 100 كيلو في 100 كيلو في محيط مش فاتها ما عارفين يبقى وين. اضيق من فوق الابره. ما ضيقنا نحن ضيق على بعض. الله اكبر. الله اكبر. لانه دي سنن. ونحن ما بنقاتل رياء ولا بنقاتل بطر ولا بنقاتل اي حاجه. بنقاتل لله. الله اكبر. عشان كده لما عارفين احنا الله الدرس اللي ادى الرسول وصحابه في حنين احنا عارفينه.
لما قالوا لن نغلب اليوم يقلنا ربنا قال ثم وليتم مدبرين. قالت ضاقت عليكم الارض بما رحبت. الله البطيء وهو الوسع، اسمه كده، اسمه الواسع، اسمه القابض، اسمه الباسط. الخرطوم دي حدوده من جبل اولياء للجيلي 100 كيلو شمال جنوب، في مدة عرض ما قل من 70 80 كيلو، نفس الحكايه. خلق امرك بالخلق الواسع ده يبقى ليه ابيض ندخل بيه والله. بس انت تدخل سلاح زي ما قال السيد القائد العام، احنا ما عندنا حاجه مع اصحابنا هذول مغرر به، ولا تلبس ملكي عشان نخليك بكافيك. تعال بكافيك ناكلك ندخلك وناكلك ونشربك ولا اي حاجه. تخش في الجيش بعدين بالرجوع، لا التعليمات واضحه كانت. واقف عربيتك وفوت. لكن تقول للمواطن هاك الاشياء الدينيه اللابيه تملك المواطن سلاح. تنزل من اللاند كروزر بسلاحه، قالوا لا خدينا افانتي سحريه 2014 شوف الزلزال. راكب لها عربيه بسلاحه سعرها 300 مليون، ركب لها افانتي ب 3 مليون. ده الخزي. انا داعي فيكم اي قائد عنده ضباط وضباط صف وعساكر استشهدوا يشهد لهم تسجيل يوري الرجال ما في ليش. واي واحد عنده دفعه تستشهد يذكر ان شاء الله خصله من خصاله عشان العالم ده يتعلم الساعه. كل كاميرات الدنيا بالعائله الخاطون دي بدل ما تمشوا اعلام ودارين توروا السودان ده شنو. الله يجاوب لك. الله انت تعبان. قالوا 10 سنة ودمجوا وانت تقول 2 سنين، دمجوا في يومين. الله اكبر. عليه القسم. ال10,000 عربية دي اللي استلمناها حية بكامل عتادة تدوري 9. الله اكبر. بسلاحها وذخيرتها. لو الجيش كان يشغل نفسه بالعربات والذخيرة والسلاح للعمالية لسنة، الدولة بيومين. الله اكبر. الله اكبر. خير لكم ولا ما خير؟ خليك معانا ما فيك اي شر. تفارق الله ما عنده سلالة مع اي زول. لا ودعم زول لا خاف زول. ما جاب النبي قال له يا النبي اتق الله، قال له يا النبي استغفر لذنبك المؤمنون. قال له كده ما عنده مجاوره مع زول. قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا الله ما جاب النبي ما جابنا نحن عشان شنو؟ انا عليك مدروش وناس باعوا كانوا خريجين من المدرسه دي باعوا قبضوا. عليك الله عليك الله. هسه انا لو عندي مليار ولا تريليون لا نلبس جلابتين في بعض، بتلبس جزمتين، بتنوم في مرتبتين، شنو يعني؟ شنو انت قروش ولا بيت ولا عليك الله؟ عليك الله ممكن كيف انت تبيع نفسك وعندك تاريخ CV في الجيش ده كانوا في نباتين رئيس الهيئه عساكرك وضباطك وزملائك ودفعتك نفرضوا لك كيف انت بعد ده؟ انت ما انتهيت يا جماعه في الغزي اكبر من كده؟ والله نحن اقسم بالله بالدين اللي بيجي والله البركه عن ربنا طارحه علينا فيه مرتب الجيش ده اقسم بالله بالرقم ده والله البقضاء لما جبت ورقه وقلم قلت تحسبها علينا مين ما بقضاء قضاء كيف ما تعرفها لان المساله ما اتكتلع المساله البركه والبركه بتجد المال الحلال وحل مال المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله. الله اكبر. أحد النبي عليه الصلاة والسلام بعد بقى نبي وجاء المدينة وبقى رئيس دولة. كان تاجر عنده دكان، دكتور شغال بيكشف بالقروش، مهندس مقاول، محامي بيمشي المحكمة بياخذ قروش، بياكل من وين؟ جعل رزقي تحت ظل سيفي. وبعد ما تفقه لأنه ما جاي ليدي إن شاء الله قال الحلال أحل لك. الأنبياء كلهم إبراهيم كلهم ما كان حلال إكراما له ربنا حل لنا. وداه موسى
وموسى والاربع خمس بس خمس الغنايم. انت عارف غنايم فلان الخمس حقه 8000 يا عظيم شاه وخروف 8 5 ولا 6000 راس بتاع الجمل ب5 مليار يعني في ثانيه 8 اضرب لي 5000 في مليار ب5 تريليون واضرب الخرفان بكم خروف 70 ما في مسألة الخروف يا دكتور هسه ب 300 و250 اضربه في 8000 كم تريليون. خليك من الذهب والقروش عليه الغسل فكاها انفغى في قعدته جا واحد قال له تعال ننظف لك عارفه لا قال له شيل الوادي ده وادي من الغنم استغرب مشى عليه ساعه وزول ساعه مشى لقومه قال انا حصل محمد فانه يعطيه اعطاه الله شفاء اسلمت قبيله قال لهم لا تجدوني فقيرا جبانا ولا شقيا مرق من هنا ولا قريش شهرين ما بياكل عيشه ولا لحمه ولا نايم تمر مرقوا عمر وابو بكر رابطين رجال جعانين ما يكون مرق ولا جعانين مرقوا لك طونهم وراوا اللي وراء الحجرين انفاقوا ذا علموا الناس وطبقوه. امنا عائشه مات عنها عمرها 18 سنه 18 سنه اصلا خلف لها شعره ومفتش شعره وده سيستم هسه لما معاويه بن سفيان الخليفه الخامس عليه الرضوان رسل لها حقها زي 200,000 ولا كم 300,000 درهم ذهب يا دكتور ده ما ورق بنك السودان ولا دولار ذهب عديد الواحد الناس قاعدين له في ابو حمد والناس حبروا له جابوا لنا في اكياس تك صاصور تجدوا ودوا ناس فلان ودوا ناس فلان ما عندها جنيه ما عندها ودوا ناس فلان ما هم المؤمنين انتهت في صايمه لما جت فطور قالت يا جاريه جيبي لنا الفطور قالت لها هسه كان جبال مسكرين درهم واحد كان عشان يجيب لك لحمه اكلتيها قالت لها ما كانت تسكريني الكلام ده ما نظري. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ولكم في رسول الله اسوه حسنه عشان نحكي ما بتقدر تحسنوا ما في مشكله طمنا قال لك سجلوا وغاربوا تمسكها جويتها ومش كتاب جويتها ومش كتاب الناس في استعداد انا ما دار اطول عليه احفظوا الايات ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يهدي كيد الخائنين ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يسعى على المفسدين وديكم الزيت الالهي زي ما بيقولوا اولاد الزمن. ربنا قال استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء الا باهله. الزول ده تكبر الزول ده تبطر وعجبته ريحه وكلموه عندك 10,000 وعندك كاع وشايف عجبته الشرير ما ذاك الشيطان شخصيا بالماضي شغال شخصيا ابليس شخصيا وعباده جنوده شغالين ابرو عن الكلام ما يتقولش بالضبط غشاح ما هو ادم زي الليل فطوعت له نفسه فقتله واصبح نادمين. الله ما رسل جبريل كم في رسل جبريل عشان يوريك انه كيف رسل له غراب اكثر مخلوق الناس بيتشاوروا به كم في رسل له امريكا هدهد بيردين حاجه سمحه غراب شوفوا كتبته ده غراب يعلمك تدخل اخوك كيف عشان كان يجي وكلمك بالمهم مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اي نفس تقتل ثم ابن ادم الاول عنده وزر فيها اي زول بدا فتنه دم الناس كلهم في الارض. تعرفوا دي اول صار الماده فيها عبد الواحد محمد نور اي زول مات من الطرد ولا ما طرد هي عبد الواحد محمد نور يرضى ما يرضى بلاقي التهم ده ولع الفتنه اي زول من ناس ولا من ناسنا ولا مواطن مات دمه في رقبته اللي مش قابل الله تقاتلوا في رمضان في العشر الاواخر والله الله اراد يعز اهل السودان وجيش السودان لانه رمضان ده شهر الفتوحات شهدائنا اللي استشهدوا في الايام دي زي اللي استشهدوا
الله أكبر. وزي اللي استشهدوا مع قطز في عين جالوت، وزي اللي استشهدوا مع سعد بن ابي وقاص في القادسيه رمضان، زي اللي استشهدوا مع الرسول في بدر رمضان، زي اللي استشهدوا مع طارق بن زياد في فتح الاندلس رمضان. اكبر معارك الاسلام رمضان. الله ديل اصطفاء، ديل ما زي الفاتوا كلهم ولا بحسنين، ديل الله اختاروا في رمضان. عرفت؟ ومن قام ينتصر لعصبة أو عصبية أو راية أمية يسعى لجماعة ينتصر مات مثل جاهلية. وقال أولادها واقفين معه مات زي أبو جهل وزي أبو لهب والحساب ولد. والله العظيم على يقين من نصر الله مثل ما نحن. الله أكبر. واي زول عنده شك في نصر الله اليوم معناه ما مؤمن. ما كلامك بيقولوا لك ده معربي واضح. وختامه شنو؟ ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ده قران، هذا ليس قول شكسبير ولا قول افلاطون ولا ارسطو، ده قول الله. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. ابشروا. ودي الاحزاب. بعد الاحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الان نقوم ولا رسول. الفتوحات كلها جاءت بعد الاحزاب. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. الاحزاب كانت التمييز الشديد الراشع. الرسول صلى الله عليه وسلم معه 3000 لما سخرت 2400 قبل الصدر قالوا ان بيوتنا عوره. فضلوا معاه 600 راجل حارسين لهم خندق طوله 6 كيلو. 6 كيلو من هنا للمحجار 60 راجل. سلسلوا زلزالا عظيما يسجعكم من فوقكم ومن اسفلكم زيكم الاسد. صندوق الاتقاد من فوق ومن تحت. من فوق ومن تحت. واذ زاغت الابصار. الخوف ما عليه يا اخوان. اصلا خلنا حسب الخوف ده الطبيعي لانه الله حلف يخوفك. الله قال لنبلونكم بجنود. ما قال بالخوف. موجنا قريب بشيء من الخوف. الله حلف. لكن المطلوب شنو؟ الثبات. وكم من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ثبت اقدامنا. مين الملائكه؟ ما عيب اصلا الثبات وتسعى الله الثبات. اذا لقيتم فئه فاثبتوا. ده المفتاح نمره 1 بتاع النصر. انت ماشي انا حمود مش همشي الجنه. المناسبه الطريقه دي تساعدك تخش هنا. والله نفتح لك كيف ما زي ده جمرات من الجنه. انبريد من الجنه، مويه من الجنه، عنب تفاح من الجنه، وهو به متشابه. لا مصروف مدرسه، لا تعال ودي ده الدكتور، لا ديك ودك راح يوديني ما في. اول بترتب انظر صوت يقول لك نترحم على الشهداء. الشهداء لا يترحم عليهم. نحن اللي بنتخرج للشهداء يدخلون في قد السبيل. انت تترحم شديد. ده ضمن 70 دوار يوم القيامه. لما ابراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي. لما نوح عليه السلام يقول نفسي نفسي. لما موسى عليه السلام يقول نفسي نفسي. ده شايل له ورقه فيها 70 خانه. يسوقهم يدخلون. انت دفعه كده بتتخرج لي داخلك فيها. انت الطالب حق استجدك ده بتتخرج له غايتك ده. نحن حنتخرج للشهداء عشان يدخلونا في 70. واهلهم مضايقين انا عنده ام وعنده اب وعنده ولد وعنده اولاد. الشهداء لا يترحم عليهم. ربنا قال لا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ما تقول ميت. الله قال كده خالف الله. بل شنو؟ ماله؟ ياخذ طوالي. اول شيء طوالي بيجي الميز. عندهم امان فنيله حمراء بيخدمونا. غلمان مخلدون. الغلام قبل لما نيجي داخل
لسيده في الجنة لما يشوفوا زورك، لما تشوف الغلام جايب لك الهناية قال يخر له ساجدا، يقول له سجدت ليه؟ يقول رأيت ربي ببهائي وضيائي ونور. ده الخالق قاعد يوضح لا تقولوا نقول بسم الله. وده اللي خليكم مالون فرحين بما اتاهم الله وبهم يستبشرون بمنو؟ يا انتوا ما وصلتوا لسه، ده الفاتح يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. معناها الثاني يا دكتور الدقيق انك ما بتلحق الشهيد، ده كله كان ما انت شهيد ما بتلحقه. عرفتها؟ لا خوف هم هسه هناك يقول لهم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. فكيف احنا مبسوطين؟ والله انا شاعر بسعاده رغم والله فقدت يا اخوان، والله عظيم رجال يتاجروا بالذهب. والله الشهيد على محمد والله كل ما عايز وجه غير النور ما اشوف اي شيء. والله لما نتسم بعد كده طول الفدينه 25 سنه ما سمعت منه كلمه نبي ما منه ذاك. وكذلك امرنا عنه ملائكه اقسم بالله العظيم يمشوا والله خير مننا في الدنيا دي كانوا مليار مره. عشان كده الله اصطفاهم. الكتاب ده يا دكتور هو عامل من 3 حاجات يمحص الذين عملوا. انا حلف حسب الناس لما يقولوا يترك ويقولوا عملنا ولا يكتبون بس كوننا نؤمن خلاص دخلنا في المؤمنين. قال يمحص الذين عملوا ويتخذ منكم شهداء. شهيد الجاهل ما في الواس يطلعوا ياخذوا شيء كيف؟ ما في الواس. الشهاده ما في الواس. عرفتها؟ ويمحق الكافر. عرفت الكلام؟ دي هذا كان يخزي الكافر وامتحنك انت ونشيل شهداء، ما نشيل اي زول، نعزله نعزل يا دكتور. ده في قناديل تحت العرش. البسها العرش منه؟ في عمد وصلك عرش الرحمن. الفردوس اخرك كان دخلت الفردوس اخرك تحت العرش، لكن ده في العرش ذات هسه قاعدين. فابشروا ابشروا بما بشروكم بالشهداء. لانه ابن جموح لما نضى صار وقال لا رجع ثاني عشان اموت في سبيلك ثاني بعد ما شاف الخير. قال لا انا سبقت مني كلمه. قال له خلاص بشر بيك. قال له جوا في شغل تقيل. فبشر عباد. انا ببشركم ببشاره الله. والله نصر من الله وفتح قريب. ابشروا بنصر من الله وفتح قريب. والحمد لله رب العالمين. وربنا يتقبل منا ومنكم وما بوصيكم الا بالنيه. اشتغلوا لي فيها بس. كل زول يبقى صنف الميت دي لي. السلام عليكم. يا شيخ والله وطلق انا سلاح كيمي يدي حارب سلاح الله. الله ابشر ابشر. قال ابو بكر طبعا